المغرب ابطال اولمبياد باريس بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد بيفهم كوره. بعد فوز النهارده اسبانيا على فرنسا ب5 أهداف، لك ان تتخيل عزيزي المشاهد اسبانيا اللي مصر كسبتها والمغرب كسبتنا 6-0 مع الرأفة هي اللي بتفوز بأولمبياد باريس. ويجي واحد يقول لك اصل المغرب ضعيفة. ضعيفة مين يا جدعان؟ اقسم بالله بعد فوز فرنسا النهارده على فوز اسبانيا على فرنسا وسط جمهورها على ارضها ب5 أهداف، رسالتي دي لكل العرب، رسالتي دي لكل الناس اللي بتفهم كوره. عرفتوا قوة منتخب المغرب ولا ما عرفتوش؟ منتخب المغرب اللي اتقدم على اسبانيا، منتخب المغرب اللي اسبانيا اتطرد منها لاعب وجابت هدف في الوقت الاخير بالحظ. لو النهارده المغرب قدام فرنسا لك ان تتخيل هتعمل ايه. اقسم بالله النهارده لو المغرب في مكانها الطبيعي كانت خلصت المباراة دي 7 و8. وانا بقول لمنتخب المغرب الشقيق باحسن هداف سفيان رحيمي باشرف حكيمي صاحب احسن هدف اللي دخل فينا احنا المصريين، انا بقول بعلو صوتي منتخب المغرب هو فخر كل العرب. وعندي رسالة مهمة عايز اقولها بس بعد اذن كل المغاربة المحترمين وكل حد في اللايف، بعد اذنك اثبت حضورك، لان في لجان مأجورة، في لجان عايزة تقلل صوتنا ومش عايزة صوتنا ده يوصل. فانا مستني دعمكم الكبير عشان الكلام اللي هقوله اقسم بالله ما حد بيقوله، عشان الناس اللي بتسخر من المغرب وتقلل من المغرب. اولا المغرب مش مستنين ان انا ادعمه ولا اتكلم عنه، لان رقم واحد اول منتخب عربي يحصل على البرونزية، اول منتخب عربي في اولمبياد باريس يجيب اكتر من 17 هدف. منتخب المغرب الوحيد في اولمبياد باريس هياخد احسن لاعب واحسن هداف. وانا عارف اقول لكم ايه يا جماعه، لازم كلنا فعلا نحب المغرب من قلبنا وندعم المغرب بجد. لك ان تتخيل اشرف حكيمي نجم باريس دايما في خدمه منتخبه، في خدمه بلده، بيطلب دايما موجود مع شعار البلد الله الوطن الملك محمد السادس. عشان كده يا جماعه المغرب اتظلمت، اتظلمت. المغرب تستحق احسن من كده، واديك اهو قدامكم اسبانيا اللي المغرب كانت متقدمه عليها، واسبانيا دي اللي مصر فازت عليها. المغرب كسبنا 6-0، احنا اللي كسبنا اسبانيا. والله يعني انا زعلان طبعا ان بلدي شالت 6 من المغرب، بس برضه هقول ان احنا كسبنا بطل اولمبياد باريس اسبانيا. يا جماعه انا بجد كلامي دايما بيبقى عن رؤيه كبيره، عن وعي. ناس كتيره ما عندهاش الوعي ده ولا عندها الكلام اللي انا بتكلم فيه دوت. عشان كده انا بدي كل حد حقه، وشايف كومنتات المغاربه المحترمين وكل حد موجود عاش المغرب والملك محمد السادس، ملاك حمزه، انس، حتى مصر تحترم مركز رابع، الحمد لله نشكر ربنا. احنا كنا نتمنى النهائي ده يكون مصر والمغرب،
بس الحمد لله. مو حبيبي معلش ما تزعلش اخوك من المغرب، انت مش يتيم، المغاربه كلهم اخواتك. حلشان امين حبيبي. طبعا الناس اللي بتقعد تهاجمني وانت يتيم ومش يتيم، ربنا يرحم امي طبعا ووالدي. الحمد لله انا بقولها من غير كسوف، انا بعتبر كل الشعب المغربي اهلي بجد، لان شعب شقيق ومحترم. واتمنى اللايف ده يظهر لكل الناس اللي بتقلل من المغرب وبتسخر، قول لهم اسمعوا اليوتيوبر موحى ده بيقول ايه بعد فوز اسبانيا على فرنسا. لك ان تتخيل اسبانيا بتاخد اولمبياد باريس والمغرب بتاخد المركز الثالث. سبحان الله سبحان الله، مفيش عدل ابدا. لكن احنا مستنيين المغرب في بطولات تانية كتير، وان شاء الله دايما منصورين احنا العرب، وخاوة خاوة، ومصر والمغرب واحد. واتمنى تثبتوا حضوركم في اللايف ده علشان الاشعارات تظهر لكل الناس، ومستني دعمكم الكبير. وبعد اذنكم وصلوا اللايف لكل الناس. منتخب المغرب هو بطل اولمبياد باريس، اسود الاطلس صناع التاريخ، فخر كل العرب. تحياتي للشعب المغربي الشقيق، سلام عليكم.